هو دائما مثل ما أقوله ومثل ما قلته من أول جوان 2022. أنا قلت لكم أن الملك المغربي محمد السادس منذ جوان الماضي غائب عن أي مشاركة رسمية، ومن يظهر على أساس أنه محمد السادس إنما هو شبيهه الذي ينشط داخل المغرب في جنازة ذكرى 24 تاع الملك ذكرى 22 تاع الملك واسمه الحسن الثاني، وفي المولد النبوي، وفي أمور بسيطة هكذا في المغرب، لأنهم المغاربة ما يهمهمش، مش راح يقولوا أنت هو الملكة، يجيبوا لهم الشبيه نتاعو اللي يشبهوا ويحطوه. لكن الملك المغربي لم يحضر اللقاءات الرسمية العربية والدولية منذ جوان. لم يحضر جنازة الملكة البريطانية إليزابيث، لم يحضر قمة الجزائر قمة العربية، لم يحضر قمة المناخ في شرم الشيخ حضروها زعماء العالم، لم يحضر كأس العالم في قطر بالرغم من أنه عنده دعوة رسمية طبعا وفريق المغرب مشارك، لم يحضر. غريبة يعني أنه الملك المغربي من جوان إلى غاية اليوم تقريبا 6 شهور لم يظهر نهائيا، لأنه لو يظهر في لقاءات رسمية مثل هذه تكشف العورة تاعو، يا إما يتكشف أنه بالفعل مريض ووجهه تغير لم يعد هو محمد السادس المعروف، أو هناك خلل ما. غياب الملك المغربي عن الظهور رسميا على المستوى الإقليمي والعربي والدولي أمر جلل. ننتظر في 25 القادم، يعني بعد أسبوع تقريبا، القمة الإفريقية في النيجر، ونشوفوا هل يحضر أم لا. طبعا لن يحضر لأن الرئيس الصحراوي سيكون حاضر، إبراهيم غالي سيكون حاضر في النيجر في القمة الإفريقية، لكن ممكن يديروها سبة يقول لك لأنه رئيس الصحراء الغربية حاضر إذا ما نحضروش، لكن ننتظروا ممكن يحضر. بالمناسبة أنا قلت لكم قبل أيام